السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى متابعين، يا رب تكونوا في خير دايمًا وتكونوا في أحسن حال، اللهم آمين. جاية لكم النهارده بفكرة فيديو جديد هتعجبكم جدًا، جدًا إن شاء الله، هتساعد كل سِت بيت إن هي كده تعمل حاجة كده لنفسها وهي قاعدة في البيت تدخّل يعني ربح أو تدخّل دخل كده لبيتها. أنتِ نِفْسِك تبدئي مشروع مُربح من البيت، ميزانيتِك صغيرة، قاعدة كده فاضية ونِفْسِك تساعدي في البيت في الغلا اللي إحنا فيه ده، فالفيديو ده ليكِ. النهارده أنا هاقول لكم إزاي نبدأ مشروع تربية الفراخ البيضا في البيت خطوة بخطوة، إزاي ممكن نوفّر في التكاليف، وإزاي ممكن نحقق ربح كويس كمان من غير تعب كبير. بس خلّي بالِك لو فاتِك حاجة من الفيديو ده هتضيّعي على نفسِك فرصة كبيرة، تابعي معايا الفيديو للنهاية، الفيديو فيه معلومات كتيرة جدًا هتفيدِك، كمان هاعمل لكم دراسة جدوى عن 10 كتاكيت بس، لو أنتِ حتى ما عندكيش مكان في البيت فأنا هاقول لِك تعملي إيه وتربّي ال10 كتاكيت دول إزاي عشان يدخّل لِك منّهم ربح كويس. يبقى هنبدأ هنقول 10 كتاكيت، هاقول لِك التكلفة وهاقول لِك كمان الربح بتاعهم، نبدأ كده بسم الله، بس قبل ما ندخل على الفيديو بتاعنا إن شاء الله كده نصلّي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، واكتبوا لنا كده الصلاة على النبي في التعليقات عشان ربنا يجعلها فتحة خير كده علينا. يالّا نبدأ بسم الله وندخل على الفيديو بتاعنا من غير كلام كتير. الفراخ بقى تربية الفراخ دي على فكرة من أكتر المشاريع المُربحة اللي أنتِ ممكن تعمليها وأنتِ قاعدة في البيت كده ما وراكيش أي حاجة وبميزانية بسيطة، يعني مش هتاخد منِّك مجهود وكمان على فكرة تربية الطيور بتخلّي في خير في البيت وكمان يعني تربيتها ممتعة ومش هتتعبِك خالص، فالمشروع ده مناسب ليكِ لو أنتِ عندِك مكان صغير أو حتى لو أنتِ ما عندكيش مكان، أنا هاقول لِك دلوقتي تعملي إيه، لو أنتِ عندِك مكان صغير في السطح فأنتِ هتقفّليه، هتعملي عِشّة صغيرة وتربّي على السطح، طَب أنتِ ما عندكيش مكان في السطح ممكن يكون عندِك بلكونة، ممكن يكون عندِك مكان في المطبخ، في أي مكان موجود عندِك هتعملي عِشّة صغيّرة أو هتحجّزي لو أنتِ مش عايزة تكلّفي خالص، خلاص؟ بس إحنا خلّينا إيه، ماشيين يعني خطوة بخطوة كده مع بعض. أول حاجة طبعًا إحنا لازم نوفّر لهم المكان النضيف، يعني أنتِ دلوقتي مثلًا عندِك مكان في المطبخ، عندِك مكان تحت الحوض، هتقفّلي لهم عِشّة ولو عندِك حتى ببواقي خشب موجودة، يعني زوجِك مثلًا يعملها ببواقي خشب وبتشدّي عليها سلك وكده يبقى أنتِ عملتِ عِشّة كده محترمة في مكان صغير، لو أنتِ هتربّي 10 فرخات فإحنا عايزين مكان صغير مش عايزين حاجة كبيرة خالص، خلاص؟ لو أنتِ هتربّي بقى على الأرض عشان أنتِ مش عايزة تكلّفي إن أنتم تعملي عِشّة أو إن أنتِ تجيبي خشب وسلك والكلام ده، هتحجّزي لهم بس كده مكان عندِك لل10 فرخات، ال10 فرخات بيتربّوا في متر في متر، يعني متر في متر فيطلعوا كده متر مربّع يتربّوا فيه 10 فرخات، فيعني أي مكان صغير هتقدري تربّي فيهم ال10 فرخات علشان يدخّلوا لِك ربح كويس في الشهر. خلاص خلّينا بقى نبتدي كده بأول حاجة بعد ما وفّرنا المكان اللي إحنا عايزينه. أهم حاجة إن المكان يكون على طول نضيف، ويكون كمان فيه تهوية كويسة، ويكون بعيد عن الرطوبة. طيب إيه بقى الحاجة اللي إحنا هنحتاجها؟ زي ما إحنا قُلنا كده إن إحنا نعمل عِشّة أو نعمل قفص اللي إحنا ممكن نعملها أصلًا بنفسنا من خشب قديم. تاني حاجة إن أنتِ هتحتاجي طبعًا علافة، وهتحتاجي سقاية، ده لازم مهم جدًا موضوع السقاية بالذات علشان ما يدلقوش المَيّة على نفسهم. لو أنتِ هتربّي على الأرض فأنتِ هتحتاجي شوية نشارة خشب أو تِبن أو قَش أو حتى لو أنتِ مش عايزة تحطّي ده وده ولو إن هو ده يعني برضه الأساس عشان إحنا بنتكلّم في الصح. ممكن برضه في كرتونة تفرشي لهم كرتونة وتفرشي عليها أي بطانية قديمة أو أي حاجة، المهم إن لازم يكون في دفا، خلاص؟ وهنحتاج لمبة صفرا لازم عشان إحنا دلوقتي في الشتا، يبقى لازم نولّع عليهم لمبة صفرا علشان يتدفّوا كويس، ودي حاجة مهمة جدًا، جدًا موضوع التدفئة في الأول، لإن التدفئة دي هي اللي هتدّيكِ برضه الوزن كويس، لو بردوا منِّك في الأول مش هيكبروا، خلاص يبقى أنتِ كده هتبقي خسرانة، فخلّينا نمشي كده مضبوط، هم يعني ما تاخديش إن الموضوع صعب أو حاجة بالنسبة طبعًا للناس يعني المبتدئة أو اللي ما ربِّتش قبل كده، لأ هتلاقي الموضوع سهل جدًا، فما تقلقيش نفسِك خالص، وتابعي معايا هاقول لِك إن شاء الله برضه على خلطات وعلى حاجات كويسة جدًا هتكبّر معاكِ الفراخ بسرعة، وهتوصل معاكِ لوزن حلو جدًا، واللي هيدوق الفراخ اللي أنتِ هتربيها في البيت دي صدقيني هيفضل يطلب منِّك على طول، إن شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى. خلاص فخلّينا بقى نكمّل كده، يبقى قُلنا شوية نشارة خشب أو شوية تبن أو شوية قش، وأهم حاجة إن إحنا نحافظ على النضافة. تاني حاجة بقى إن إحنا نشتري الكتاكيت بتاعتنا، هنجيب الكتاكيت لازم نجيبها من مكان مضمون، يعني لازم تكون كتاكيت فرز أول علشان تكبر، بلاش تاخدي حاجة فرز تاني أو تجيبي من أي حد في الشارع أو حاجة زي كده مش هيكبروا، مش هيكبروا هتبقي خسرتِ فلوسِك وخلاص، وهتأكّلي وهتدفعي تَمَن علف وهتصرفي وهتبقي ما خدتيش حاجة، يبقى أهم حاجة إن أنتِ تجيبي الكتاكيت من مكان مضمون وتكون فرز أول، وطبعًا يُفضّل إنها تكون عُمر يوم، بلاش تروحي السوق وتشتري الكتاكيت اللي هي
كبرت شوية أو عمر 10 أيام أو الكلام ده، علشان أنتِ ما بتبقيش عارفة هي عيّانة مش عيّانة، هي متحصّنة مش متحصّنة، فأنتِ الأحسن لِك إن أنتِ تجيبيها عُمر يوم وتربّيها على إيدِك من عُمر يوم. وكمان السعر بتاع عُمر يوم الكتاكيت عُمر يوم بتكون سعرها أرخص طبعًا أكيد من الكتاكيت اللي أنتِ هتشتريها تكون أكبر شوية. وكمان حدّدي بقى النوع اللي أنتِ عايزاه، سواء بقى فراخ بلدي أو سواء فراخ ساسو أو بلدي. هو البلدي أرخص شوية، بس بياخد وقت أطول في النمو، والساسو كمان بتاخد يعني أكتر من الأبيض حاجات بسيطة. يعني مثلًا لو الأبيض أنتِ هتذبحيه على شهر، فأنتِ الساسو أو على 40 يوم أو 45 يوم على حسب الوزن اللي أنتِ عايزاه، فأنتِ الساسو هتذبحيه من أول 50 يوم لحد 60 يوم. أنا برضه بارجّح الساسو، لكن أنتِ عشان تعمليها كمشروع يبقى أسرع حاجة بالنسبة لِك هي 30 يوم، 35 يوم بالكتير، يعني شهر بالضبط، وهتلاقي نفسِك دخل لِك الربح بتاعِك، وحسيتِ إن أنتِ عملتِ حاجة. تمام. خلّينا بعد كده نتكلم بقى، إحنا خلاص اشترينا الكتاكيت، طيب الكتاكيت دي مش هتاكل، يبقى لازم هتاكل. هتاكل إيه؟ الأكل بتاعهم عبارة عن علف، علف بس. الكتاكيت البيضا إحنا بنأكلها علف بس. كل كتكوت فيهم بياكل حوالي من 3 كيلو إلى 3 كيلو ونُص علف. طبعًا بتختلف من علف بادي لعلف نامي، إن شاء الله بإذن الله هابقى أنزّل لكم فيديو بقى عن طريقة التربية مضبوط. إحنا هنا بس خلّينا في الفيديو ده إن إحنا بنتكلّم إزاي ممكن تربّي 10 كتاكيت وتعمليهم كمشروع ليكِ في البيت، علشان تساعدي في مصروف البيت ويدخل لِك منّهم ربح كويس. ف وبرضه يا جماعة الناس اللي ربِّت قبل كده أو الناس اللي عملت المشروع ده، يا ريت تكتب لنا في التعليقات تجاربها علشان كل الناس تستفاد، والناس اللي ما عملتش المشروع ده قبل كده تستفاد من الكلام اللي إحنا كلنا بنقوله، وكلنا يعني بنفيد بعض. وأكيد كلنا عندنا الناس اللي عندها خبرات أكيد عندها تجارب تقدر تفيد بيها غيرها، فما حدش يبخل علينا بالتعليق لو هو كان مجرّب المشروع ده قبل كده. خلّينا بقى نكمّل. يبقى كده إحنا هنجيب العلف. العلف طبعًا برضه لازم يكون علف من شركة كويسة، بلاش الأعلاف دي، أعلاف كده بتبقى سوقية ما أنتيش عارفة ده من شركة إيه. لأ، أنتِ اسألي عندِك في المنطقة، لإن مش ما أقدرش أقول لِك على علف من شركة كويسة، لإن كل منطقة بيكون موجود فيها شركات معيّنة. يعني مش شرط اللي أنا باستخدمه مثلًا عندي في مكاني تلاقيه أنتِ موجود عندِك في مكانِك، فاهماني؟ بس، فأنتِ إيه، تروحوا تشوفوا عندكم العلف اللي موجود عند العلاف، تسألوه كده على شركة يعني تكونوا عارفين الشركات، ابحثوا بقى واعرفوا أسماء الشركات اللي عندكم، وشوفي الشركة دي لو هي شركة معروفة، يبقى هاتي العلف بتاعها، لإن برضه العلف ده من أحد الأسباب اللي بتخلّي الفراخ ما تدّيكيش وزن. وإحنا كل ده عايزين إن إحنا بأقل تكاليف، يعني كل حاجة هندفعها عايزين ناخد قصادها ربح. فأنا لازم ناخد قصادها وزن، خلاص. وطبعًا المَيّة لازم على طول مَيّة نضيفة، كل يوم السقاية نغيّر المَيّة ونغسلها، ونحط لهم مَيّة نضيفة. تعالوا هنا بقى عند أهم نقطة في الفيديو بتاعنا، وهي التكاليف والربح، ودي أهم حاجة ودي حاجة مهمة جدًا. تعالوا بقى أقول لكم تكلفة 10 كتاكيت مع أكلهم لمدة ال35 يوم، أو بمعنى أصح أيًا كان مدتهم لحد ما هيدّيكِ وزن متوسط 2 كيلو لحد 2 كيلو وربع، 2 كيلو ونُص. لو أنتِ عايزة تسيبيهم بقى أكتر من كده وعندِك ناس هتاخد الوزن أكتر من كده، يبقى خلاص تمام. خلاص؟ خلّينا بقى أقول لِك على متوسط ال10 كتاكيت. دلوقتي متوسط سعر الكتكوت وصل ل32 جنيه. إحنا يعني إيه متوسط؟ يعني ممكن تلاقي عندِك أقل، ممكن تلاقي عندِك أكتر جنيه أو 2 على حسب طبعًا المكان. إحنا عارفين كل الأسعار دلوقتي موجودة على حسب المكان، بس إحنا عندنا متوسط أسعار. خلاص؟ خلّينا نقول إن ال10 كتاكيت 32 جنيه، ده المتوسط، يعني يعملوا 320 جنيه. طب ال10 كتاكيت دول علشان يدّونا 2 كيلو وربع أو 2 كيلو ونُص، ياكلوا 3 كيلو وربع. خلّينا في المتوسط، لإن الفرخ بياكل من 3 كيلو عشان يديكِ 2 كيلو، من 3 كيلو إلى 3 كيلو ونُص. خلّينا ناخد متوسط الأكل بتاعهم اللي هو 3 كيلو وربع. في 10 في 10 فرخات، يبقى كده الفراخ كلّها هتاكل عبارة عن 32.5 كيلو، أو خلّينا نقول 33 كيلو. الكيلو برضه متوسط 21 جنيه، يعني أنا عندي بيتباع الكيلو ب21 جنيه، ممكن عند حضرتِك يتباع ب22، ممكن عند غيرنا يتباع ب20، يعني على حسب. فخلّينا بناخد من المتوسط، يبقى 3 كيلو 33 كيلو ب21 جنيه، ده المتوسط هيدّينا 693 جنيه. خلّينا نقول كمان إن إحنا هنحُط مصاريف على كل فرخة، اللي هي مصاريف لو أنتِ طبعًا هتربّي على الأرض يبقى عندِك مصاريف نشارة، مصاريف التبن، اللمبة الصفرا اللي إحنا بننوّرها دي أكيد برضه بتسحب كهربا، لازم كل ده نحُطّه مصاريف علشان نبقى حاسبين يعني التكلفة بالضبط. فخلّينا نقول إن المتوسط هندّي لكل فرخة 10 جنيه مَيّة، نشارة، إضاءة أو يعني كهربا. طبعًا أنا عايزة أقول لكم إن العلاج ده بيبقى حاجة بسيطة جدًا، جدًا،
يعني يكاد لا يُذكر لإن إحنا بنربي في البيت وحاجات بسيطة، فإحنا هنشتغل كُلّه إن شاء الله شغل أعشاب، خلاص؟ يعني هابقى أقول لكم إن شاء الله وأعمل لكم فيديوهات كتيرة عن إيه أمراض الطيور لو حصلت لها أو أمراض الفراخ، وإزاي ممكن تعالجيها من البيت بالأعشاب. فخلّينا دلوقتي نقول إن إحنا هندّي متوسط 10 جنيه لكل فرخة، في 10 فرخات يبقى إحنا كده عندنا 100 جنيه كهربا ومَيّة أو يعني مصاريف نسرية للفرخة. تعالوا بقى نحسب كده الإجمالي بتاعنا أو إجمالي التكاليف كان إيه، 320 جنيه كان مصاريف ال10 كتاكيت أو تمن ال10 كتاكيت، العلف 695 هو 693 هنزوّد ال2 جنيه عشان ما يبقاش عندنا فكة يبقى 695 و100 جنيه مصاريف نسرية عبارة عن نشارة، تبن، مَيّة، كهربا، يعني خلّينا نقول 100 جنيه لل10 فرخات يبقى كده الإجمالي أو مجموع التكاليف بتاعتنا هي 1115 جنيه. 1115 جنيه. كمان أنا حابة بس أقول لكم نقطة في موضوع التكاليف ده، إن سواء عملتِ عِشّة أو سواء اشتريتِ بطارية عشان تربّي فيها، فدي اسمها تكاليف ثابتة ما بنحطّهاش في تكاليف الدورة بتاعتنا. يعني ما تحسبيش أنتِ عملتِ العِشّة بتاعتِك بكام ودي تحسبيها على تكاليف الدورة، لإن دي طبعًا أنتِ بتعملي بعد كده دورات كتير، فدي ما بتخشش التكاليف الثابتة دي موجودة معاكِ في كل الدورات، فمش هنحطّها تكلفة على الدورة بتاعتنا، خلاص؟ يبقى خلّينا كده نقول إن تكلفة ال10 كتاكيت عملوا 1115 جنيه. طيب تعالوا بقى أقول لكم إيه بقى الربح بتاعنا، إحنا هنبيع دلوقتي إحنا خلّينا برضه في المتوسط 2 كيلو، أنا قُلت لكم العلف اللي هيتاكل ده ممكن يجيب 2 كيلو وربع و2 كيلو ونُص، خلّينا نقول إحنا متوسط 2 كيلو يعني بأقل حاجة عشان نحسب أقل ربح ممكن يخش لكم، فخلّينا نقول إن إحنا عندنا دلوقتي 10 كتاكيت في 2 كيلو يبقى إحنا كده عندنا 20 كيلو. أنتِ هتبيعي لمين؟ عشان برضه أنتِ لازم تعرفي التسويق من قبل ما تعملي، هتبيعي لجيرانِك، هتبيعي للقرايب، طبعًا أنتِ 10 كتاكيت مش هتروحي تبيعيهم للمحل ولا تبيعيهم لتاجر، عشان كده أنتِ هتعتبر أنتِ هتخسري فيهم، و10 كتاكيت مين هياخد منِّك يعني 10 فرخات ده أولًا، ثانيًا أنتِ لو بِعتيها للمحل فهو هياخد منِّك بسعر البورصة، وده بيبقى سعر أقل حوالي 10 جنيه عن سعر المحلات أو السعر اللي الناس هتاخدها منِّك، فاهماني؟ فخلّيني أقول لِك إنِّك من الأول كده هتبقي عارفة إن ال10 فرخات دول أنتِ هتبيعيهم للجيران وهتبيعيهم للأقارب، للأصدقاء، لأي حد من معارفِك، علشان تكسبي فيهم برضه مكسب كويس. فأنتِ هتبيعيهم بسعر المحل أو ممكن لو عايزة تقللي عنه جنيه أو 2 وإن كنت أنا بافضّل أنتِ الحاجة تعبانة فيها ده أولًا، ثانيًا يعني أنا عن نفسي باعمل كده لأ، أنا بابيع بسعر المحل وكمان لو أنا اللي هاذبح وهانضّف زي أنتِ لو هتذبحي وهتنضّفي فأنتِ هتزوّدي تمن تنضيفِك للفراخ. أولًا الناس اللي بتاخد فراخ متربية في البيت عارفة كويس أوي إنها متربية تربية نضيفة، إنها أنتِ لا بتحطّي لها أدوية ولا أي حاجة من الحاجات اللي إحنا بنسمع عنها، يعني اللي هياكل فراخ بيضة متربية في البيت كأنه بالضبط أكل فراخ بلدي، فلازم أنتِ تقدّري نفسِك وتقدّري تعبِك، والناس اللي بتشتري منِّك هتبقى عارفة إن هي هتاخد حاجة نضيفة، تأكّل ولادها حاجة نضيفة. فأنتِ لو حابة إنِّك في الأول تبيعي بسعر أقل جنيه أو 2 جنيه عن المحلات فماشي، حابة إن أنتِ تبدئي كده من البداية إن الناس تكون عارفة إنِّك سعرِك سعر المحل، ولكن هم هياكلوا حاجة نضيفة فده يكون أحسن، أنا شخصيًا باعمل كده. فخلّينا نقول إن إحنا عندنا 10 فرخات 2 كيلو متوسط، يبقى كده عندنا 20 كيلو في 85 جنيه، ده متوسط برضه الأسعار، أنا ما أعرفش الأسعار عندكم في الأماكن اللي أنتم فيها إزاي، لكن أنا باتكلم عندي من 85 بتوصل لحد 90 جنيه، فخلّيني أقول متوسط 85 جنيه، لو ضربنا ال20 كيلو في 85 جنيه يبقى إحنا كده معانا 1700 جنيه، نطرح بقى ال1700 جنيه الربح اللي دخل لنا من التكاليف اللي إحنا كنا حاسبينها اللي هي 1115 جنيه، فأنتِ كده دخل لحضرتِك 585 جنيه ربح في الشهر الواحد وأنتِ قاعدة من غير أي تعب ومن غير أي حاجة خالص، بس بتراعي بتأكّلي، بتحطّي الأكل والمَيّة وتهتمي بالنضافة. كمان في هاقول لكم على شوية نصايح كده، أهم حاجة إن أنتِ لازم برضه تراقبي الكتكوت بتاعِك علشان لو لا قدّر الله يعني كان تعبان أو كان في حاجة ممكن تعدي، ممكن تعزليه لحد أمّا تبقي تعالجي، خلاص تشوفي برضه الإسهالات بتاعتهم وتشوفي الفضلات بتاعتهم، هل في إسهال، هل في حاجة، عشان برضه ما فيش أي حاجة تأثّر على الوزن، ودايمًا نخلّي المكان نضيف علشان نتجنب الأمراض. أنا يعني اعذروني إذا كنت أنا يعني زوّدت في الفيديو شوية أو الفيديو طوِل منّي عشان الناس اللي بتتضايق من الفيديو، لكن من الفيديو طويل يعني، لكن الحقيقة أنا كنت عايزة أقول لكم على كل التفاصيل وكل حاجة، لإني طبعًا يعني أنا باحب الناس كلّها تربّي في البيت، الطيور بالذات دايمًا بيبقى في خير في بيتِك، لو أنتِ طبعًا في الدورات اللي بعد كده حابة بقى تزوّدي بعد ما تتعلّمي الأول في ال10 فرخات، ممكن بعد كده تزوّدي 15 تزوّدي 20 يبقى ربحِك اللي هم 585 اللي إحنا قُلنا عليهم دول، دول أقل ربح لإن إحنا بِعنا 2 كيلو بس ما بعناش أزيد من 2 كيلو.
يبقى ربحِك ده هيتضاعف وهتلاقي نفسِك داخل لِك بعد كده 1000 و1200 وممكن بعد كده إن شاء الله ربنا يكرمِك وتوسّعي المكان أكتر وأكتر، ممكن تعملي العِشّة دورين، فبدل ما تاخد دور واحد تحت بس مثلًا 10 فرخات، يبقى أنتِ كده بتربّي 20 فرخة، تعملي دور تحت ودور فوق، ممكن بعد كده تشتري بطارية زي ما أنا برضه باربّي ببطارية علشان تبقى أسهل في النضافة، ما باحتاجش جبن ونشارة وحاجات زي كده، بتبقى سهلة جدًا في النضافة، وكمان بنتجنب كتير أوي من الأمراض في تربية البطاريق. ده كده كان فيديو النهارده، أتمنى يا رب بس كده إن هو يكون فادكم، الموضوع بسيط جدًا، عايز بس منِّك شوية صبر وتنظيم. لو الفيديو ده عجبكم أو استفدتوا منه بأي شيء، ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة عشان تشوفوا أفكار تانية لتربية برضه الفراخ في البيت أو أي مشاريع مربحة وسهلة في البيت، أنا برضه إن شاء الله هاقولها لكم. لو عندكم أي سؤال سيبوه لي في التعليقات وأنا إن شاء الله هارُد عليه. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.